نهائي كبير ومنافس قوي وهو المنتخب الإيراني. فوز كبير للمنتخب القطري يؤكد أحقيته باللعب مع الكبار وكتابة تاريخ جديد لكرة اليد الآسيوية. دائما نقول لكل مجتهد نصيب، احنا قاعدين نجتهد الان نعمل وحاطين كل قوتنا لكي نظهر بمظهر جيد ونثبت للعالم ان احنا ما وصلنا الى نهائي كاس العالم في قطر الا واحنا نستحق هذا الشيء، ان شاء الله باذنه تعالى. اذا ما لم تكن هناك اصابات وبرامجنا ماشيه على اللي احنا واضعين لها ان شاء الله، اتمنى وادعو من الله العلي القدير ان احنا ما تصيدنا اي اصابات اي شيء وبرامجنا تكون ماشيه على نفس الطريق، ان شاء الله نحقق نتائج جيده. ما اقول لك ان نطلع الاول او الثاني او نوصل، لكن هذه رياضه دائما ونحن نؤمن بالرياضه ونؤمن ان هناك دائما فوز وفي خساره، لكن منتخبنا بيظهر بمظهر جيد وجيد جدا، وان شاء الله يحقق طموح الشعب القطري والمسؤولين في قطر ان شاء الله. بلدنا تستاهل الكثير، الحمد لله رب العالمين. عشت وحلم وتحقق هذا الحلم شعوريا باننا قدمنا كاتحاد، وليس انا شخصيا كاتحاد، قدمنا شيء لقطر. تعتبر اول خطوه لاسترجاع قوه ومستوى المنتخب القطري للاولمبياد في ريو باذن الله. هذه الانطلاقه باذن الواحد احد ان شاء الله. كان تقريبا بالنسبه لنا لكل الفريق هو عباره عن تجربه، والحمد لله رب العالمين انه قدرنا انه نحن نحقق فيها الانجاز اللي حابين كنا نوصل له. اكيد كل شيء تغير هلا، لانه يمكن كان منتخب قطر عباره عن منتخب مغمور مهمش، يمكن ما له معروف على مستوى العالم، بس اكدنا انه هي كرة اليد مش حكر على المنتخبات الاوروبيه بس، بالعكس بينا انه نحن تطورنا كثير. وصلنا نهائي كاس العالم، قدمنا مباراه رائعه، يمكن خسرنا فاصل خبره بين مع منتخب فرنسا. حاولنا انه نحن او قبل كاس العالم حاولنا انه نحن نبين الصوره الجيده لمنتخب قطر، عباره انه نحن نقدم من دون اي ضغوطات من دون اي شيء. وطبعا الاتحاد القطري ساعدنا بهذا الشيء، ما طالبنا باي شيء، طالبنا خاصه انه باللعب بس، انه اللعب انه نرفع اسم قطر وبس، هذا الشيء. لا يخفى على جميع المشاهدين وجميع الرياضيين، هناك كل المنتخبات تعمل ألف حساب لمنتخب قطر، خصوصا بعد ظهور منتخب قطر في المونديال الدوحة بمستوى ليس مشرف بل بمستوى فاجع. الكل الآن يعمل ألف حساب لمنتخبنا. الاستلام من ماركو، المنتخب الايراني صعد الكره، يمر على الجناح الايمن، هو الهدف الاول في المباراه. اول هدف يلعب بنسق سريع المنتخب الايراني عندما يسترجع الكره، وماركو يسجل اول هدف العنابي. بلاد سايدي، والحل ياتي عن طريق الدائره. يوسف بن علي، حارسين حجم ومستوى. ماركوفيتش، رائعة التمريرة والخطة ناجحة لفاليرو ريفيرا. 9 أمتار تدخل في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هو يطلب الكرة، عكس الكرة. خورخي لوبيز يستغل المساحة، لكن مع تسجيل الأهداف ومع مرور الوقت المنتخب القطري يجد الحلول عن طريق ماركوفيتش من 5 أمتار، يضعها في الزاوية البعيدة. عودة أعزائي المشاهدين إلى قاعة التحليل بالدوحة، والمباراة لحساب المجموعة الثانية. يكتمل عدد المنتخب العنابي، محاولة المرور في الجهة اليسرى، البحث عن الدائرة، تصل الكرة، ينجح يسجل أول أهدافه في الشوط الثاني. أكرم إسليكي لاعب مونبولييه. كابوتي يبحث عن ماركوفيتش، وشاهد كابوتي بدأ يفعل كأنه يلعب أمام ناشئين وليس درجة أولى. ماركو في الجهة اليسرى، لاعب الريان. محمود زكي يمر في محور دفاع المنتخب الإيراني، وعبد الرزاق مراد. التي جي بي، القطار السريع،
الدراجة الهوائية، خروج الكرة من يد المسدد، ينطلق ويقرأ جيدا وينتهي الوقت وتنتهي المباراة بفوز سهل للمنتخب القطري، ويواصل التألق والانتصارات في انتظار المباراة النصف النهائية التي ستجمع بين المنتخب القطري وصاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى. أنا أصغر واحد في الفريق، يعني هاي شيء كبير لي، يعني يدش التاريخ في السي في إن أشارك في هالبطولة. يعني أجواء ومباريات لعبناها صعبة، وتفوز على ألمانيا وتفوز على بولندا، يعني أشياء، وتوصل نهائي، يعني شرف إني أكون متواجد معاهم، وإن شاء الله أكون متواجد معاهم في الأولمبياد. فاليرو ريفيرا اسم سطع نجمه في سماء كرة اليد العالمية، فمنذ تولي هذا الرجل قيادة المنتخب القطري تغيرت عديد الأشياء بعد التخطيط الناجح والدقيق من الاتحاد القطري لكرة اليد الذي سخر كل الإمكانيات ووضع كل اللاعبين على ذمة المدرب لتتحقق النتائج التي فاقت كل التوقعات. نحن شاركنا مع هذا المدرب حتى الآن 5 بطولات رسمية، أخذنا في 4 الأوائل وفزنا في جميع المباريات ال4. في كأس العالم أخذنا الثاني وخسرنا بس مباراة مهمة واحدة فقط، مباراة فرنسا، ما عدا مباراة إسبانيا كانت هذه بالنسبة لنا مش مهمة. فمع المدرب هذا 5 بطولات رسمية تقريبا تقدر تقول الفوز فيها تقريبا 95 إلى 99%. هذا المدرب إن قلت عنه ساحر ولا محنك ولا لم أفي حقه في تطوير هذا المنتخب في فترة قصيرة جدا. منتخب من لا شيء صراحة أصبح نجم يلمع في سماء كرة اليد خصوصا في الجهة الأوروبية. باليرو مدرب ليس مدرب لياقة أو مدرب في الملعب، أيضا مدرب نفساني. هذا المدرب سبحان الله يجمع جميع الصفات في نفسه، مدرب نفساني، مدرب تكتيكي، مدرب ينظر للاعب من جميع الجهات حتى من الجهة النفسية. فلذلك فهو ناجح جميع المقاييس لأنه يدرس حالة اللاعب قبل أن يتخذ أي قرار. يعني مدرب غير المنتخب كليا، يعني من الصفر لحاليا 99%، غير كل شيء فينا، دخل الروح، دخل القلب، دخل الأخلاق. يعني مثل ما تشوف بصراحة فاليرو يعني من أحسن المدربين في العالم، يعني خذ حاليا أفضل مدرب في العالم، وصراحة مدرب يعني عالمي، يعني يفرض شخصيته عليك، يعني يفرض احترامه ان انت تحترمه، يعني وهالشيء فادنا، يعني هالشيء فادنا مثل ما شفت. يعني نقوم الصبح وجيه كلنا يبتسم على حد، ما حد زعلان من حد، يعني شفنا اخوه. بصراحه هو عباره عن دكتور نفسي، يعني بيعرف كيف يتعامل مع اللاعب، بيعرف كيف ايمتى ينصح اللاعب، ايمتى يجي طريقه الاجتماع معاه، طريقه انه توجيه الكلام لك، تستفيد منه بكثير شغلات، خاصه بالرياضه، لا بالحياه الشخصيه كمان. هو انسان كثير قريب من اللاعبين، كثير قريب من الاتحاد، كثير قريب منا كثير. يعني اي شخص عنده مشكله سهل اني انا اتكلم معاه، سهل انه ينصحني، فادنا كثير بكثير شغلات. المنتخب المانيا يعتبر من اقوى المنتخبات، وهم صراحه بعد ما فزنا عليهم احنا وطلعناهم من الدور الاربعه في كاس العالم، هم ارادوا ان يعزمونا هناك عندهم ويبينون للعالم ان هم اقوى مننا ويستطيعون يفوزون علينا بالراحه. فقبلنا الدعوه اللي هم وجهوها لنا على اساس نلعب مباراتين. لسوء الحظ ان الاتحاد الاسيوي، احنا كانت عندنا بطوله الاسيويه، قدم البطوله من شهر 2 سواها لشهر 1. فهنا البرنامج مع المدرب يعني تبهدل، تخربط يعني. فاتصلنا في الاتحاد الالماني قلنا له بنأجل المباراتين هذين لان الفريق مش رايح يكون جاهز، يعني جاي من بطوله بتكون عنده اجازه يعني. فرفضوا الالمان، قالوا لا احنا دعيناكم وانتم قبلتوا فلازم تجون. سيسعى المنتخب القطري اذا الى ان تكون ربما يكون اداؤه افضل وتفادي الاخطاء، لان المنتخب الالماني جاهز للاستفاده منها. اوفي غانزهايمر رقم 3 امامنا، اللاعب العائد من الاصابه، الهجوم الالماني والتغطيه
من الدفاع والتصديدة كانت قوية. هنا يدخل اللاعب زاركو ماركوفيتش، وزاركو الاختصاصي في رميات 7 أمتار قوية جدا ممتازة جدا. 5 أهداف مقابل 4 دائما لفئة المنتخب القطري مرة أخرى. وهنا أيضا من جديد يتألق الجناح الأيسر للمنتخب القطري، وكرة أخرى تقطع والهجمة المرتدة. لما لا الهجمة المرتدة ممكنة جميلة جدا. رائع رائع رائع. اليوم مراد عبد الرزاق يعتذر من حارس مرمى بورش لأنه سدد الكرة قريبة من وجه الحارس. أخلاق رياضية عالية والمراوغة كانت ممتازة إذا، وفتح الزاوية أمام الحارس العملاق الذي كان حقيقة سد منيع أمام المنتخب القطري في مباراة يوم الجمعة. 25 ثانية أخرى يبقى فيها منقوص عدديا، وكرة بذكاء كبير محمود زكي، رغم أنه كان هناك لاعبين على الأرض إلا أنه نجح في أن يغالط حارس المرمى. رمية البداية في هذا الشوط الثاني ستكون ألمانيا، ولكن المنتخب الألماني سيدخل منقوص عدديا. كمال الدين مرلاش ينطلق، جميلة جدا، والهدف ال15 ممتازة للغاية. هذا هو كابوت فيدير مباشرة في الزاوية اليسرى السفلى لحارس المرمى الألماني كارتسين ليسلين. سيضطر المدرب الألماني لتعديل ربما التشكيلة، ربما سيعود فولف حارس المرمى. بطبيعة الحال لا يمكن للمنتخب القطري في الهجوم أن يحتفظ بالكرة بدون محاولات، هذا مخالف للقانون. هناك اللعب السلبي بطبيعة الحال. وهجمة ألمانية، وهنا يأتي الهدف من أحد اللاعبين المميزين في هذا الموسم، دامكي. وكرة أخرى للفئة المنتخب الألماني، هجمة سريعة ربما تأتي بهدف. الوقت دقيقة واحدة، وبالفعل الهدف الثالث والعشرين. 26-23 هدف روني دامكي. رائعة هذه المباراة من المنتخبين القطري والألماني رغم الطابع الودي، ولكن كانت مباراة حقيقة حماسية. 26 مقابل 24. تقريبا في الصالة هذه 11,000 متفرج، لعبنا وياهم هالمباراة وسيطرنا على هالمباراة من البداية إلى النهاية، وكنا دائما فارقين 5 أو 6 أهداف فرق دائما. فهم مسؤولينهم والإعلام فقالوا احنا ردينا الدين وفزنا على قطر، ودائما كانوا يحطون النتيجة اللي كانت في كأس العالم 26-24 تقريبا، فقالوا احنا ردينا الدين. فالمباراة الثانية ولله الحمد احنا كنا مسيطرين عليها من البداية والنهاية، فزنا وجبنا النتيجة 26-24. فقلنا لهم ليه الحين ما جبتوها، ترى رجعنا على ما كنا عليه. فنقول الحمد لله رب العالمين، اللعيبة صراحة أدوا في هذه المباراة، ويعني صارعوا وعلى أنفسهم واستطاعوا أن يوقفون قدام هذا المنتخب الكبير اللي جاي وهو بطل أوروبا، واستطاع أن يفوز على كل الفرق وتأهل للأولمبياد مباشرة. Sí, hicimos un partido muy serio. Solo podemos ganar si somos así, si jugamos así, si le damos importancia a cada balón, si le damos importancia a cada situación en defensa. Por eso siempre repito lo mismo, que nadie se crea que esto es fácil y que podemos ganar a cualquiera. No, podemos perder con cualquiera, eso sí. Para ganar a cualquiera hay que hacer muchas cosas y muy bien hechas, ¿no? Pero ganar a Alemania en Alemania tampoco está al alcance de muchos, sobre todo cuando vienen o venían hacía mes y medio de ser campeones o 2 meses de ser campeones de Europa. بدأ المنتخب القطري حملته للمشاركة في أولمبياد ريو 2016 منذ شهر ماي، معسكراته بمدينة أندورا بإسبانيا، أين اختار المدرب نقطة البداية لمرحلة جديدة والإعداد جيد لأولمبياد ريو الذي سوف يكون امتحانا جديدا لكرة اليد القطرية لمقارعة الكبار وتأكيد أحقيته بالنتائج التي حصدها خلال هذه السنة. يا بورت
في محور الدفاع وفي حركه فنيه. يا له من هدف من بالون ديبورت يفتح باب التسجيل بمجهود فردي شاهدوا الثغره والمساحه في دفاع المنتخب القطري. مركز هناك لاعبين في المنتخب الفرنسي، تضيع الهجمه للمنتخب الفرنسي والكمال ملاش في التنسيق. كابوتي سيسدد نعم وفي الزاويه البعيده ليس هناك ايقاف، هناك بطاقه صفراء اعتقد على اللاعب. كابوتي ينجح فوق ليكا كاراباتيتش، يلعبون في انديه كبيره في اوروبا لديهم الخبره. ماركو والتصدي لياتي لامير والتسرع. لماذا التسرع؟ وريميلي مرة لكونغو التعقاش المستوى العالي. يا ماركو، لكن لدينا فريق لديه الخبرة. صح، لديه فريق لديه الخبرة. عندما يكون لديك أومير، نيكولا كاراباتيتش، نارسيس، أفالو، سوريندو، كيكو، غياب فرنانديز وباراشي وأكومبري. ينجح داني رمية 7 أمتار. ملاش، كابوتي يحاول المرور، يصطدم بفابريغاس او ليكا كاراباتيتش، يقدر ايضا يعود في الدفاع. دائما اللعب بدائرتين. رائعه من كمال ملاش بمجهود فردي. مباراة فيها الكثير من الاخطاء من الجانبين، لم ترتقي الى المستوى المطلوب. الواحد يجرب، الواحد يحاول ان يعطي الفرصه للاعبين. كرة الهجمة المرتدة للمنتخب القطري وجه لوجه. كمال ملاش يعطي الأسبقية للمنتخب العنابي. قلت الأخطاء من الجانبين يفعلها العنابي بباريس. خسر أمام المنتخب الفرنسي. العنابي يفوز. ليس لدي صوت. العنابي يفوز على المنتخب الفرنسي. وستويانوفيتش نحييه على هذا الأداء وعلى الشوط الثاني الذي قدمه كرة ستويانوفيتش أمام المنتخب الفرنسي. إذا فوز معنوي، فوز رائع، فوز على بطل العالم المنتخب الفرنسي. لعيبتنا كان يعني صراحة حاطين يعني كل هدفهم أن يفوزون على المنتخب الفرنسي وفي فرنسا وبحضور الجماهير الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، لكي يبينوا للعالم كله أن كرة اليد القطرية هي كرة متطورة وحديثة، ليس فقط لأن كانت البطولة في قطر. وهذا الشيء الحمد لله بتوفيق من رب العالمين احنا ردينا الدين عليهم وبينا لهم أن احنا صراحة نستحق أن نكون ثاني على العالم أو نكون الأول على العالم. بالانضباط الكبير والتركيز العالي سوف يدخل لاعبو المنتخب القطري الفترة القادمة أجواء كبيرة وممتازة واحترام متبادل بين الجميع من أجل غاية وحيدة هي الصعود على منصة التتويج لملا في ريو 2016. Y Argentina, lo que ya ha hecho en los campeonatos, ¿no? Entonces, está claro que el grupo es muy difícil. الأولمبياد عبارة عن أفضل 12 فريق في العالم، فلا بقى في فريق ضعيف ولا فريق قوي. فأكيد حتسبب علينا ضغوطات، خاصة إنه حنلعب مع أول مرة مع فرق عربي هو منتخب تونس. فلنشوف إن شاء الله شو الله كاتب لنا، وأكيد حنمشي كل مباراة على حدة، إنه نحن ما لعبنا من قبل مع منتخبات عربية أو أفريقية في بطولة العالم، وهلا حنلعب معها في الأولمبياد. نتمنى إنه كل مباراة تكون طابع نهائي بالنسبة لنا، وإن شاء الله يكون الفوز من نصيب الأجداد.